السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بإذن الله معانا درس جديد وهو المتباينات، وده أول درس في الجبر. تمام. طبعا قبل ما نبدأ ما ننساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتدعي لأخواتنا في غزة إن ربنا ينصرهم يا رب. وبسم الله نبدأ. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين. بينات. قال لك تعريف المتباينات تتكون من تعبيرين رياضيين بينهما واحدة من العلاقات التالية. تعال نعرف العلاقات قبل ما أفهمك التعريف. قال لك إيه هي العلاقات اللي في المتباينات؟ قال لي كالآتي: عندك علامة الأصغر منه، وعلامة الأكبر منه، وعندنا حاجة اسمها أصغر منه أو يساوي، يبقى الشرطة اللي تحت دي اسمها أو يساوي، وفي علامة الأكبر منه أو يساوي، يبقى أصغر منه وعندنا أكبر منه وعندنا أصغر منه أو يساوي وأكبر منه أو يساوي. تمام. تعالى بقى نفهم إيه المقصود بتعبيرين رياضيين بينهما علاقة أو من بينهما علاقة من العلاقات الأساسية. قصدي بالتعبير الرياضي اللي أنا جيت لو مثلا قلت لك إن الإكس مثلا أصغر من السبعة، قصده بتعبيرين رياضيين. الإكس بالنسبة لنا ده تعبير رياضي، أيا كان إكس واي إي بي أي رمز، ده بالنسبة لنا إحنا تعبير رياضي، والسبعة برضه تعبير رياضي. وأنا المقصود إن هي بينهما واحدة من العلاقات، يبقى العلاقة المتباينة بينهما تعبيرين رياضيين، هما ده التعبيرين الرياضيين. تمام، اللي هو الإكس والسبعة. دي ممكن نقراها إزاي؟ هنقول إن الإكس أقل من السبعة، مش دي علامة الأصغر من؟ تمام. ممكن نقراها بطريقة تانية، نقول إن السبعة هي أكبر من الإكس. تمام. تعال الرمز ده كمان، التعبير ده لو قلت لك إن الإكس بالمنظر ده، قلت لك مثلا أكبر من -5، أهي علامة الأكبر. ودايما إحنا كانوا يعرفونا إن بق السمكة بيبص ناحية الكبير، فأنت عندك هنا بق السمكة بيبص ناحية الكبير، بيبص ناحية الإكس، يبقى الإكس هي الأكبر من -5. البق الكبير بيبص على السبعة، يبقى السبعة أكبر من الإكس، وهكذا. طب تعالى بقى نشوف الأصغر منه والأكبر منه يساوي الكلام ده. لو جيت قلت لك إن الإكس، تمام، كده لو بصت الناحية التانية على طول تبقى بقت صغيرة، أصغر من أو يساوي -1، يعني إن الإكس أصغر من -1 ومعاها برضه -1. تاني لو جيت قلت لك إن الإكس أهي أكبر من دي، عشان بصت على بق السمكة، بص على الكبير، يبقى أكبر من أو يساوي الصفر. يعني الإكس لو جيت أقول لك أكبر من الصفر، يعني هتقول لي الواحد والاثنين، بس خلي بالك قال لك أو يساوي، ده معناها إن الصفر معاه، هتقول صفر واحد اتنين تلاتة واحد. احنا عندنا تعريف المتباينات قال لك بيتكون من تعبير رياضيين بينهما علاقة من العلاقات التالية، زي ما قلنا أصغر من، أكبر من، أصغر من أو يساوي، أكبر من أو يساوي. وعندك العلاقات إيه التعريف تعبير رياضيين أهو، الإكس والسبعة دول بالنسبة لنا تعبير رياضيين، أي رقم وأي رمز بالنسبة لنا تعبير رياضيين. عندنا هنا السمكة بيبص ناحية الكبير، وممكن تقرأها بحاجة تانية، يعني مثلا تقول إن السبعة أكبر من الإكس، ممكن نقرأها بطريقة تانية إن الإكس أصغر من السبعة. بعد كده عندنا حاجة اسمها متباينة من الدرجة الأولى في متغير واحد. يعني إيه متباينة من الدرجة الأولى في متغير واحد؟ يعني إيه أصلا متباينة من الدرجة الأولى؟ قال لك إن هي بتحتوي على متغير واحد مرفوع الأس. الكلام ده عشان نفهم غير لما ناخد أمثلة. تمام. أنا لو جيت قلت لك مثلا 3 إكس، تمام، 3 إكس حلو زائد 5، تمام، الكلام ده أكبر من كام؟ من الاتنين. أنا هنا كده بالنسبة لي ديت متباينة من الدرجة الأولى في متغير واحد. عرفت إزاي إن هي متباينة من الدرجة الأولى في متغير واحد؟ أول حاجة عندي هنا إن الأس هنا مكان واحد بس هو مختفي مش مكتوب، فدي بالنسبة لنا تبقى من الدرجة الأولى في متغير واحد. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا هنا كام متغير؟ واحد بس، الإكس دي متغير. عارف لو مثلا لو كان مثلا مكتوب 3 إكس زائد 5 واي، كنت اقول لك كده هنا متغيرين، الاكس والواي متغيرين، بس لا، ده هي كده متغير واحد ومن الدرجة الأولى. طب لو كانت مثلا مكتوبة لي بالشكل ده، أو كانت مثلا مكتوبة 3 إكس تربيع زائد
5 واي أكبر من 2. لا، هنا تختلف، هنا تبقى متباينة من الدرجة الكام؟ التانية. في كام متغير؟ في متغيرين اللي هما الإكس والواي. احنا عرفنا المتباينة من الدرجة الأولى في متغير واحد ومتغيرين. أعرف إزاي إن دي من الدرجة الأولى؟ أشوف أبص على الأس. هنا الأس كام؟ واحد، تبقى من الدرجة الأولى. طب لو الأس اتنين تبقى من الدرجة التانية. طب حلو، يبقى أنا كده عرفت الدرجة. هعرف درجة المتباينة إذا كانت أولى ولا تانية. طب أعرف إزاي إن هي في متغير واحد أو متغيرين؟ أبص هنا إكس وفي حاجة تانية، لا تبقى من الدرجة الأولى. طب هنا إكس وواي، ده هنا كده تبقى في متغيرين مش متغير واحد. طب لو جات لك مسألة ومكتوب لك كده مثلا 2 إكس تربيع زائد 5 إكس، تمام، الكلام ده أكبر من 6. أنت هتقول لي طب هنا تبقى متغيرين، لا هنا مش متغيرين. هنا برضو متغير واحد. المتغير واحد الإكس هو الرمز واحد، لو كان اتكرر 100 مرة بس عندك متغير واحد. الإكس متكررة مرة واحدة مفيش مشكلة. كده متغير واحد بس من الدرجة التانية. بعد كده ممكن يجي لك سؤال اسمه كتابة المتباينة. يعني ايه؟ يعني هو بيديها لك كده لفظيا وعايزك تعملها لي في صيغة رياضية. تمام تمام. طب تعالى نشوف الكلام ده بيتحل ازاي. بيقول لك اعملها لي في هيئة كتابة متباينة. بيقول لك يشترط ان تقل كتلة حقيبة عن 18 كيلو جرام. يعني مش شرط ان حقيبة او حقيبة السفر تقل عن كام؟ عن 18 كيلو جرام. خلي بالك من هنا من الالفاظ. قال لك ان تقل ايه الكتلة. معناها تقل الكتلة بالبلدي إن بق السمكة مش هيكون ناحية الكتلة. يعني الكتلة دي بنرمز لها بالرمز إيه؟ إم. يبقى الكتلة رمزها رمز إم. قال لك أن تقل الكتلة، يعني علامة أقل من، تمام، تقل الكتلة عن كام؟ عن 18 كيلو جرام. بس يبقى كده أنا خلصتها. يبقى لما يجي يقول لك يشترط أن تقل كتلة حقيبة 18 عن 18 كيلو جرام، وتقول لك اكتبها لي في هيئة متباينة، يبقى إذا الكتلة قال لك تقل الكتلة يعني أقل من، والكتلة بالرمز مع 18 كيلو جرام. تمام. تعالى بقى هنا، بيقول لك يشترط أن يكون عمر الطفل 4 سنوات على الأقل للقبول بالمدرسة. يبقى هو أقل حاجة يكون عمر الطفل كام؟ 4 سنوات على إيه؟ على الأقل. ليه يا عم الحاج؟ قال لك القبول بالمدرسة. هنا لازم نعمل افتراضية. هنفرض إن عمر الطفل عموما مرموز له بالرمز إكس. تمام تمام. يبقى هنا ده الرمز اكس. انا افترض عمر الطفل او دي مرحله القبول بالمدرسه. تمام تمام. قال لك هنا ان عمر الطفل اقل حاجه على الاقل انه يكون عمره 4 سنوات علشان يتقبل بالمدرسه. يعني ال4 سنوات معانا، فساعتها على الاقل يبقى بالمنظر ده ان الاكس اكبر من او يساوي 4. ليه؟ انا بقول لك اقل حاجه انه عشان يدخل المدرسه يكون عنده 4 سنين فيما فوق اعلى. يبقى 5 6 معانا بس الاربعه معانا، يعني هو عمره 4 سنين يدخل المدرسه برضه. فساعتها هنفترض ان العمر ده عمر الطفل، هنفترض بالرمز اكس. فساعتها يكون عمر الطفل اكبر من او يساوي الاربعه. تعالى نكمل ثابت المتباينه. تمام. فهو بيديني كمان مثال هنا. بيقول لك عدد إذا طرح من 4 أمثاله 5 كان الناتج أقل من 12. يعني إيه الكلام ده؟ تعال نفسر واحدة واحدة. قال لك هنا عدد، يعني أنا ما أعرفش، فهنضطر نفرض العدد ده بأي رمز، لأنه بيقول لك عدد إذا طرح من 4 أمثاله 5. فهنا أنا ما أعرفش العدد ده فهنفرضه. أنت بقى هنا ممكن تفرض أي رمز براحتك، إكس واي زد إيه بي مش هتفرق. فإحنا تعالى نفترض إن هو واي. يبقى هنفترض العدد اللي هو قاله ده إيه؟ واي. فبيقول لك إذا طرح من 4 أمثال، يعني العدد ده طرحنا منه 4 أمثال فتبقى 4 واي. يبقى العدد إذا طرح من 4 أمثاله، قال لك هنا 4 هيخلي بالك إيه؟ 4 أمثاله، كلمة 4 أهي. فإحنا العدد فرضناه بأي رمز، قلنا إكس واي مش مهم. بيقول لك إذا طرح، في طرح خلي بالك، منه 4 أمثاله فقلنا 4 واي. تمام تمام. 5 كان الناتج أقل من 12. إحنا فسرنا بس الحتة الصعبة اللي هي عدد دي. تعال كده نحل المسألة. عدد إذا طرح من 4 أمثال، 4 أمثال اللي إحنا فرضناه بإيه؟ 4 واي. يبقى 4 واي. قال لك طرح، يبقى ناقص. طرح من 4 أمثاله كام؟ 5، يبقى ناقص 5.
كان الناتج أقل من كان الناتج أقل من كام؟ أقل من 12. يبقى علامة الأقل من أهي. أقل من كام؟ من 12. بس كده خلص. يبقى عدد إذا طرح من 4 أمثاله، ما عرفناش العدد ففرضناه، قلنا أيا كان واي إكس مش تفرق، ففرضناه بحرف الواي. إذا طرح من 4 أمثاله، يعني العدد دوت اللي إحنا فرضناه اللي هو واي، طرح منه 4 أمثاله، فهو كام؟ 4 واي. أمثاله 5، فعندنا 4 واي. كمل يا باشا. قال لك طرح يبقى ناقص 5. قال لك أقل من 12. أقل من الآخر، حتى لو أنت مش عارف علامة الأقل الأصغر، أقل من 12. العدد ده أقل من كام؟ من 12. يعني ال 12 هي إيه؟ الكبير. تمام. على المثال الثاني. عدد إذا أضيف إلى ضعفه. ركز. عدد إذا أضيف إلى ضعفه، يعني العدد ده ضعفناه. العدد ده معرفوش، تعال نرمز له بأي رمز، وليكن الرمز إيه؟ أهو. تمام. بيقول لك إذا أضيف إلى ضعفه، يعني إيه ضعفه؟ ضربها في نفسها كمرة مرة ضعفه، يبقى 2 إيه. تمام. يبقى هو العدد فرضناه بإيه؟ قال لك ضعفه بقى مرتين، الايه ضعفها مرتين تبقى 2 ايه. كمل بقى. عدد اذا اضيف الى ضعف اللي هو 2 ايه اهو. العدد اهو اللي هو 2 ايه. اضيف. اضيف يعني جمع ولا طرح؟ جمع، فتبقى زائد. الى ضعفه كام؟ 3. يبقى 2 ايه زائد 3. كان الناتج اكبر من او يساوي 7. يبقى الناتج ده اكبر من او يساوي 7. وبعد كده عندنا هنتكلم عن حاجة جديدة، وهي اسمها خواص التباين. يبقى اللي هنتكلم عليه دلوقتي حاجة اسمها خواص التباين. تمام. قال لي خواص التباين دي هنقسمها لأربع حاجات. خواص التباين هنقسمها لكام حاجة؟ لأربع حاجات. تمام. حلو زي الفل. قال لي أول حاجة في خواص التباين، قال لي الجمع أو الإضافة. يبقى أول حاجة عندنا في خواص التباين هي الجمع أو الإضافة. قال لي تاني حاجة في خواص التباين اسمها الطرح أو الحذف. يبقى الطرح أو إيه؟ الحذف زي الفل. تالت حاجة عندنا في خواص التباين الضرب. يبقى تالت حاجة عندنا إيه؟ الضرب. وآخر حاجة عندنا في الخواص اسمها القسمة. يبقى إحنا عندنا كام حاجة في خواص التباين؟ أربعة. أول حاجة الجمع أو الإضافة، بعد كده الطرح أو الحذف، بعد كده الضرب أو القسمة. تعالى نتكلم عن كل حاجة شوية. تعالى لو اتكلمنا مثلا عن الجمع والطرح. لو أنا مثلا اديت لك العلاقة ديت، قلت لك مثلا إن الستة أكبر من الأربعة، الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. قال لي طب في خواص بقى التباين، قال لي احنا الجمع او الاضافه، طب لو ضفنا عليها ارقام عايزين برضو نطلعها علاقه صحيحه. بمعنى ايه؟ يعني الوقت كده مش صح؟ صح فعلا الستة اكبر من الاربعه. طب تعالى كده نضيف عليهم اتنين. يعني قلنا ستة زائد اتنين اكبر من اربعة زائد اتنين. تمام. اجمع كده. ستة زائد اتنين كام؟ تمانية. مظبوط. اكبر من 4 زائد 2 كام؟ 6. صدق ده برضه صح. حتى لما ضفنا 2 برضه بقت العلاقة صحيحة. يبقى عندنا خواص التباين أول حاجة الجمع والإضافة. مديك أنا التباين دوت، قلت لك إن الستة أكبر من الأربعة. ولو ضفنا عليهم عشان جمع وإضافة ضفنا عليهم 2 أيا كان، بحيث إنك الرقم اللي تضيفه مش لازم 2، بحيث إن الرقم اللي تضيفه هنا وهنا، وخلي بالك أنت بتضيفه للطرفين هنا وهنا، ما ينفعش تضيف لطرف واحد وبعدين تسمع، تبقى غلط طبعا. تضيف تبقى صح برضه، بس تخيل كده معايا لو احنا ضفنا للطرف ده، يعني بلاش ضفنا احنا هنا للست. قلت لك 6 اكبر من 4 زائد 2، هتبقى 6 اكبر من 6 ازاي؟ فلازم نضيف للطرفين. يبقى الجمع بيقول لك اضافه نفس العدد للطرفين وتبقى العلاقه صحيحه. ده بالنسبه للجمع. طب تعالى معانا كده للطرح. نفس الكلام. لو انا مثلا قلت لك ان السبعه اكبر من التلاتة، هنا بنتكلم عن طرح أو حذف. طب تعالى كده نطرح من الطرفين وليكن واحد. يعني لو قلت لك 7 ناقص 1 أكبر من 3 ناقص 1.
تعالى كده نطرح. 7 ناقص 1 6، أكبر من 3 ناقص 1 2. برضه هنا في الطرح أو الحذف ادتني برضه نفس العلاقة الصحيحة. أيا كان هنا 7 أكبر من 3 الكلام ده مظبوط، وهنا الستة أكبر من الاتنين يبقى الكلام ده مظبوط. يبقى هنا برضه عند إضافة العدد نفسه، معلش هنا حذف العدد للطرفين تبقى العلاقة صحيحة. فعلا حذفنا هنا عدد وهنا عدد، بقت العلاقة برضه صحيحة. تمام. تعالى للضرب. الضرب هنا عندنا حاجتين هنتكلم عليهم في الضرب. أول حاجة إضافة عدد موجب، تمام، وعندنا إضافة عدد سالب. يبقى إحنا هنا في الضرب هنضيف عدد موجب أو عدد سالب. تعالى كده لو إحنا مثلا ضفنا عدد موجب، بمعنى تعالى ناخد أول حاجة العلاقة. لو جيت قلت لك مثلا إن الخمسة أكبر من التلاتة، العلاقة دي صحيحة ولا لأ؟ صحيحة. تعالى كده نضيف، قصدي نضرب، خلي بالك هنا الضرب، نضرب عدد ما يكن اتنين، فقلت لك خمسة في اتنين أكبر من تلاتة في اتنين. خمسة في اتنين ب10، أكبر من اتنين في تلاتة أو تلاتة في اتنين ب6. برضه صدق صح. هنا لما عملنا الضرب وضربنا في عدد للطرفين، خلي بالك احنا بنضرب للطرفين ما ينفعش لطرف واحد، ضربنا للطرفين بقت ال10 فعلا أكبر من ال6 زي ما ال5 أكبر من ال3. زي الفل. هنا بالنسبة لعدد موجب ضربنا في عدد موجب. تعالى كده وضربنا في عدد سالب على نفس المثال، وليكن قلت لك 5 في -2 أكبر من 3 في -2. تمام. 5 في -2 سالب كام؟ 10. وهنا ال3 في -2 بكام؟ بسالب 6. بس خلي بالك السالب يعكس المتباينة، السالب يعكس المتباينة، بدل ما هي كانت بالمنظر ده تبقى بالمنظر ده. يبقى خلي بالك إن السالب بيعكس المتباينة، وفعلا إن السالب 10 حتى لو من السالب بيعكس المتباينة، السالب 6 أكبر فعلا من السالب 10. تمام. يبقى هنا تركز إن السالب بيعكس المتباينة. زي الفل. تعالى بقى للقسمة، وهي آخر حاجة. القسمة قال لك إحنا بنقسم على عدد برضه نوعين، يا إما موجب يا إما إيه؟ سالب. طب تعالى نقسم على عدد موجب. وليكن قلت لك إن التمانية أكبر من كام؟ من الست. تعالى نقسم على عدد موجب وليكن 2، هنقسم على الاثنين، الاثنين ده عدد موجب، ونقسم هنا على الاثنين، ف8 على الاثنين فيها كام؟ الأربعة. أكبر من الستة على الاثنين فيها الثلاثة. فعلا إن في القسمة حتى لما قسمنا على عدد موجب اداني برضو علاقة صحيحة. فعلا الثمانية أكبر من الستة والأربعة أكبر من الثلاثة. طب تعالى نقسم كده على عدد سالب. لو قلت لك 8 على -2 أكبر من الستة على -2، 8 على -2 -4، وال6 على -2 -3. بس احنا اتفقنا ان السالب يعكس المتباين. بس يبقى احنا كده عندنا خواص التباين 4: الجمع والإضافة، الطرح والحذف، والضرب والقسم. بعد كده عندنا حاجة اسمها حل التباين. دلوقتي كنا قاعدين ناخد معادلات تباينية عايزين نقدر نحلها ويطلع لنا ناتج في الآخر. فتعالى ناخد مثال يقول لك حل التباين، وقال لك إن التلاتة 3x، تمام، ناقص 5 أصغر من كام؟ من الواحد. تمام. قال لك بس بشرط في المجموعات التالية، يعني بيقول لك إذا كانت مجموعة التعويض، المجموعة اللي نعوض فيها ال n وال z وال q. تمام. إيه هي ال n وال z وال q؟ أول حاجة عندنا في ال n هي مجموعة الأعداد الطبيعية. يبقى ال n دي مجموعة الأعداد الطبيعية. يبقى ال n هي مجموعة الأعداد الطبيعية. طب إيه هي مجموعة الأعداد الطبيعية؟ قال لي اللي هي الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة للآخر. يبقى مجموعة الأعداد الطبيعية هي الصفر والواحد والاثنين والثلاثة والأربعة. أنا بفكرك بمجموعة الأعداد الطبيعية. بعد كده الزد دي اللي هي قال لي إن الزد دي هي مجموعة الأعداد
الصحيحة. الزد مجموعة الأعداد إيه؟ الصحيحة. طب إيه هي مجموعة الأعداد الصحيحة؟ مجموعة الأعداد الطبيعية تشتمل الأعداد الموجبة فقط. مجموعة الأعداد الصحيحة تشتمل الاثنين، الموجب والسالب. يعني خلينا نبدأ بالصفر أهو. هنا نقول -1، -2، -3، هنا 1، هنا 2، هنا 3. يبقى مجموعة الأعداد الصحيحة تشتمل الاثنين، السالب والموجب. مجموعة الأعداد الطبيعية الموجب فقط. طب إيه هو حرف الكيو دوت؟ قال لك ديت مجموعة الأعداد النسبية. يبقى دي مجموعة الأعداد إيه؟ النسبية. دول اللي هنشتغل عليهم في حل المسائل دي. مجموعة الأعداد الطبيعية والصحيحة والنسبية. مجموعة الأعداد النسبية دي من الآخر هي دي اللي بتاخد الكسور، أيا كان كسر، مثلا 5 على الاتنين، 5 على التلاتة، أي كسر. يبقى مجموعة الأعداد النسبية. يبقى مجموعة الأعداد النسبية قال لك أي عدد يقترب على صورة إيه؟ كسر. تمام. تعالى بقى نمسح الكلام ده ونشوف المسألة بتاعتنا بتتكلم عن إيه. بس عرفنا مجموعة الأعداد الطبيعية والصحيحة والنسبية. تمام. تعال نشوف المسألة. بيقول لك حل التباين بالنسبة للمسألة دي، بس هو مديك حل في المجموعات دي اللي هي الطبيعية والصحيحة والنسبية. تمام. هنا بيقول لك 3x ناقص 5 أصغر من كام؟ من 1. تمام. تعال نحل. والله يا عم في طريقتين للحل المسألة دي، هنقول دي وهنقول دي. تمام. تمام. أول طريقة، عندك مثلا نكتب المسألة هي 3x ناقص 5 أصغر من 1. قال لك إحنا هنا ممكن نضيف 5 للطرفين عشان نشيل الخمسة دي. يبقى أول حاجة ممكن نعمل بإضافة كام؟ 5. يعني إيه بإضافة 5؟ هنضيف 5 بس خلي بالك هنضيفها للطرفين مش لطرف واحد. هتبقى هنا 3x ناقص 5 زائد 5 أهي. 5 ضفناها وناقص 5 بقت زائد 5. تمام. وهنا 1 زائد 5. تمام. عندك هنا سالب وموجب هيروحوا مع بعض. -5 زائد 5 يروحوا مع بعض. هتتبقى لنا كام؟ 3x. هنا 1 زائد 5 كام؟ 6. بعد كده اقسم على جنب الاكس عشان عايزين نجيب قيمه اكس لوحدها. اقسم على اللي جنب الاكس. اللي جنب الاكس كام؟ 3. واقسم هنا على جنب الاكس كام؟ 3. يبقى ساعتها الاكس اصغر من كام؟ من الاثنين. يبقى الاكس اصغر من الاثنين. يبقى هنا بنضيف 5 للطرفين. وضفنا 5 للطرفين، فلما ضفنا زائد 5 طيرنا الخمسة مع الخمسة وضفناها للطرفين. فالخمسة راحت مع الخمسة اتبقت لنا 3 اكس. وهنا 1 زائد 5 6. قسمنا على اللي جنب الاكس طلع لنا اكس بكام؟ ب 2. تمام. تعال نشوف بقى الطريقة الثانية اللي انا بفضلها. ايه هي بقى؟ عندك هنا ال 3 اكس ناقص 5. كام ده؟ أصغر من كام؟ الواحد أو الواحد أكبر من كام ده؟ تمام. نحلها إزاي؟ ومش هنعمل إضافة ولا أي حاجة. هنودي الكلام ده اللي جنب الإكس نوديه الناحية التانية بعكس الإشارة. يبقى نودي الكلام ده الناحية التانية بعكس الإشارة. تعالى كده ودي معايا الكلام ده بعكس الإشارة. يبقى 3 إكس أصغر من، بودي -5 بعكس الإشارة. -5 تروح زائد 5 فيبقى 1 زائد 5 كام؟ 6. اقسم على اللي جنب الاكس 3. اقسم على الثلاثة برضو عشان هنا قسمنا على الثلاثة فهنقسم هنا على الثلاثة. تبقى الاكس اصغر من كام؟ من الاثنين. احنا عندنا هنا الطريقتين طلعوا لنا نفس الناتج. حلو. طب تعالى بقى. هو قال لك بالاضافه او بالتعويض في المجموعات الاتيه اللي هي الان والزد والكيو. تعال بس خلي بالك هنا الكيو هنكتبها بطريقه الصفه المميزه. طبعا انت خدتها الترم اللي فات ان احنا هنكتب الكيو بطريقه الصفه المميزه. تعال نبدا يا عم بالكيو. هنكتبها ازاي بالصفه المميزه؟ انت خدتها بالشكل ده. الصفه المميزه هنا بنتكلم عن المتغير اكس هتقول اكس. النقطتين دلوقتي يعني حيث هتقول اكس حيث الاكس تنتمي لمجموعه الكيو اللي هي مجموعه الاعداد النسبيه. مجموعه الاعداد النسبيه الكسر والارقام القريبه ليها فبتاخد الاثنين. مجموعه الاعداد النسبيه حيث الاكس اهي
كام أصغر من الاتنين. يبقى بالنسبة للأعداد النسبية احنا هنكتبها في صيغة أو في صورة الصفة المميزة. أنت عندك طريقة السرد ومش عارف إيه، فاحنا لا هنشتغل بالصفة المميزة. تقول الإكس حيث الإكس تنتمي للكيو والإكس أصغر من 2. تمام. ده بالنسبة لإيه؟ للكيو. طب تعالى كده نكتبها في مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي إن. تمام. نكتبها إزاي؟ هنا بيقول لك إن الإكس أصغر من الاتنين. هو إيه الأصغر من الاتنين؟ الصفر هو الواحد. يبقى في مجموعة الأعداد الطبيعية احنا قلنا مجموعة الأعداد الطبيعية الموجبة فقط، هيبقى معانا الصفر والكام والواحد. خلاص كده مجموعة الأعداد. وقفلت القوس ليه؟ عارف لو قال لك أنا مثلا قال لك أو يساوي الاتنين فكنت هقول الاتنين معانا، كنت هقول الاتنين معانا، بس هو ما قالش أو يساوي، فخلاص يبقى الاتنين مش معانا. يبقى في مجموعة الأعداد الطبيعية معانا الصفر والواحد. ليه؟ الإكس أصغر من الاتنين. إيه اللي أصغر من الاتنين؟ الصفر والواحد. ده بالنسبة لمجموعة الأعداد الطبيعية. طب تعالى كده زد مجموعة الأعداد الصحيحة. هنقول زد بيساوي مجموعة الأعداد الصحيحة. هي بقى هو الأصغر من أصغر من الإكس. معانا الصفر أهو، وهنا الواحد، وعندك هنا سالب واحد سالب اتنين. تاني الزد هتبقى إيه؟ الزد عشان ما كانتش باينة، احنا قلنا الزد مجموعة الأعداد الصحيحة تشبه الاتنين السالب والموجب، فيبقى معانا الإكس أصغر من إيه؟ من الصفر والواحد، وعندك السالب واحد سالب اتنين وانت نازل. ليه بقى؟ هنا ما هنا عندك السوالب، هنا الاكس اصغر من سالب واحد وسالب اتنين والسالب تلاتة وانت نازل، وهكذا معانا الصفر والواحد. جرب بنفسك المسألة ديت واكتب لنا في التعليقات وشوف هتطلع بكام، برضه بنفس المجموعات المطلوبة منك، مجموعات التعويض اللي هي الان والزد والكي، والان مجموعة الأعداد الطبيعية الصحيحة والنسبية. تعالى نحل المسألة دي كمان. لو مثلا قلت لك 3 تمام 5 إكس ناقص 6، طبعا أكبر من كام؟ من 12. تعال نحل واحدة واحدة. طبعا دي لها طريقتين، إنك ممكن تضرب التلاتة جوه، تضربها مرة هنا وترجع تضربها مرة هنا. تمام. وفي طريقة تانية ودي الأسهل، إنك تقسم على تلاتة، تقسم الجنب ده كله على تلاتة ونقسم الجنب ده كله على تلاتة. بلاش نضرب جوه، وتعالى نقسم على تلاتة. نقسم هنا على تلاتة ونقسم هنا على 3. لما نقسم هنا على 3 التلاتة هتروح مع التلاتة، فيتبقى لنا 5 إكس ناقص 6. تمام. نقسم هنا على 3 مش على التلاتة فكام؟ الأربعة. تمام. تعالى بقى نشتغل بالطريقة. احنا هنا ممكن نضيف 6 ونطير الستة مع الستة، هنضيف 6 فتبقى ناقص 6 زائد 6 والكلام ده، بس الأوفر ودي الستة دي بعكس الإشارة، يعني نشيل دي وديها الناحية التانية بعكس الإشارة، هتبقى معانا 5 إكس. لما نودي سالب 6 إكس أو ناقص 6 نروح هناك تبقى زائد 6، تبقى 5 إكس. وهنا 4 زائد هنكتبها 4 زائد 6 اللي هي كام؟ 10. 5 إكس أكبر من كام؟ من 10. نقوم هنا نقسم على كام؟ على جنب الإكس، هنقسم على 5 ونقسم هنا على 5، يبقى ساعتها الإكس، يبقى الإكس أكبر من كام؟ من الاتنين. ممكن بقى نعملها في مجموعة الأعداد الطبيعية والصحيحة والنسبية وتشتغل زي اللي فاتت بالظبط. اللي فاتت كانت الإكس هي الأصغر من الاتنين، هنا الإكس أكبر من الاتنين. تمام. تمام. تعالى ناخد مثال كمان. لو قلت لك 4 ناقص 2 إكس، تمام، وهنا 2. تمام. قلت لك 4 ناقص 2 إكس، الكلام ده أصغر من أو يساوي الاتنين، أو ممكن تقول الاتنين أكبر من أو يساوي 4 ناقص 2 إكس. تمام. نحلها إزاي؟ نفس الطريقة، هنضيف سالب 4. هنا الأربعة بالموجب، خلي بالك لو حبينا نشتغل بالطريقة الأولى اللي هي هنضيف ونحذف والكلام ده، هنا الأربعة دي بالموجب، خلي بالك هنا بالموجب، هتضيف سالب 4 علشان تروح. لو ضفنا سالب 4 الإضافة بتبقى فين؟ الإضافة تبقى ورا هنا، بمعنى تعال نضيف سالب 4، هتقول 4 ناقص 2 إكس، هنضيف كام؟ سالب 4 تبقى سالب
4. تمام، وهنا 2 ناقص 4. الإضافة بتبقى في الأواخر هنا. تمام. هنا دي 4 بالموجب هتروح مع سالب 4. تمام، فيتبقى لنا سالب 2 إكس، وهنا 2 ناقص 4 سالب 2. تمام تمام. هنا السالب بيعمل ايه في الاشاره؟ بيعكسها. تعالى اول واحده واحده نقسم على اللي جنب الاكس. اللي جنب الاكس اللي هو كام؟ سالب 2. وهنقسم هنا على سالب كام؟ 2. احنا قلنا السالب بيعكس الاشاره. هنا سالب 2 هتروح مع سالب 2 يتبقى لنا الاكس. السالب هيعكس الاشاره، بدل ما هي كده هتبقى كده. طبعا السالب هيروح مع السالب والاثنين تروح مع الاثنين يتبقى لنا كام؟ الواحد. فهنا الاكس اكبر من او يساوي الواحد. فلما نعملها في مجموعه الاعداد، تمام، مثلا وليكن الطبيعية، تبقى مجموعة الحل كام؟ واحد فقط. ليه؟ قلت لك إن الإكس أكبر من أو يساوي الواحد، فلو كان قال لك أكبر من ما كنتش هتعرف تكتب الواحد، بس هو قال لك أكبر من أو يساوي واحد فمعناه إن الواحد معاه. طب يلا بقى كده جرب مع نفسك يا بطل المسألتين دول. لو قلت لك 7 ناقص 5 إكس، تمام، وهنا سالب 23، عايزك تجربها لي بالتعويض في المجموعة بتاعت زد. مجموعة زد اللي هي الأعداد إيه؟ الصحيحة. تمام. وجرب برضو دي كمان معاها 4 2 إكس ناقص 5، الكلام ده أكبر من سالب 4. جرب برضو عوضها لي في نفس المجموعة دي برضو، وجرب وشوف في التعليقات ولا حاجة وقت معاك عرف. وبكده يكون الفيديو انتهى. يا رب تكونوا استفدتوا. طبعا يعتبر الدرس خلص، ما عادش فيه حاجة بسيطة وممكن ناخدها دلوقتي بحيث إنك تفكروا فيها، وإن شاء الله أرد عليكم في التعليقات. 3 على 2 إكس ناقص 1، تمام، الكلام ده أكبر من أو يساوي سالب 2 على 3، أكبر من أو يساوي أو أصغر، أو سالب 2 على 3 أصغر من أو يساوي الكلام ده. طبعا جرب واشتغل مع نفسك وعرفنا هتعرف توصل لها إزاي، بحيث ده تفكير وكتب في التعليقات ونحلها إن شاء الله في بداية الفيديو الجاي. وبكده يكون الفيديو انتهى. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وتدعي لأخواتنا في غزة إن ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم. وأشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.